ويسعى لأن يحقق هو شخصيا اللقب السابع في هذه البطولة، ويسعى كذلك لإعطاء لقب جديد لنادي السالمية. مبارك فنيني يبحث عن الدخول، يدخل إلى منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية أبعدت، تعود مرة أخرى تسديد. كارلوس رودريغيز يسجل أول أهداف اللقاء بقذيفة بالقدم اليسرى تسكن شباك اللاعب سليمان عبد الغفور، وتعلن عن أول الأهداف لمصلحة السالمية. أول الأهداف يأتي بأقدام كارلوس رودريغيز، يتقدم ويعطي الأولوية لمصلحة السماوي. الرهيب يسجل، والرهيب إذا وصل عطوه التحية، وكلنا مع بعض جينا نغني يا حبيب الكل يا نادي السالمية. مبارك مر، مبارك تقدم، مبارك وصل، مبارك هياها بعد ذلك وبالقدم اليسرى. لا 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 لا، جاءت بالقدم اليسرى وسكنت شباك سليمان عبد الغفور. أول الأهداف لمصلحة السالمية يأتي عن طريق كارلوس. قوية 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 بالقدم اليسرى في شباك سليمان. دقيقة 27 لا زالت الأمور مستمرة بهدف مقابل لا شيء. كرة محاولة أمامية خلصها حارس المرمى، لا زالت مستمرة خطيرة. يسجل التعديل ويعود في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. هدف ذكي جدا، رائع جدا. قلت بأن الضغط سيزداد، لكن في اللقطة الماضية في قمة التركيز يا جماعة، في قمة التركيز يا جماعة. هذه المحاولة وهذه الكرة وهذه اللقطة طريقة الكبار. وأي كبار ذلك الذين يلعبون بهذه الطريقة وبطريقة في غاية الروعة. وأي روعة تضاهي هدف عبود، وبلوحة في غاية الجمال، وأي جمال يقارن بهذه الكرة. لقطة في غاية الروعة. يأتي التعديل، تعادل إيجابي بهدف لهدف. ربع ساعة أخيرة متبقية قبل نهاية أو 20 دقيقة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. 5 دقائق من الوقت الإضافي الأول، وبعد ذلك 15 في الوقت الإضافي الثاني. كرة من جمعة سعيد في الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة، المحاولة داخل منطقة الجزاء. يسجل فهد مرزوق، يعطي التقدم من جديد وبطريقة في غاية الروعة. يعود بالسالمية إلى المقدمة بهدف جميل جدا بأقدام فهد مرزوق. يتقدم السالمية مرة أخرى بعد عرضية في غاية الروعة والجمال والإبداع والإتقان. يأتي فهد ويسجل البديل فهد مرزوق، يضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثاني الأهداف لمصلحة نادي السالمية. 2-1. لكن أي طريقة تلك التي سجل من خلالها القائد هذه الكرة عن طريق جمعة سعيد في الجهة اليمنى، وصلت بعد ذلك العرضية كارلوس له الله 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 بالقدم اليمنى وبطريقة في غاية الروعة. عيد نعم، عيد مرة ومرتين وثلاث، واجبرنا على الاستمتاع. أمتعنا يا فهد، سجل يا مرزوق، اذهب بهم يا قائدي
إلى المنصة كأبطال، ويتقدم الآن بنتيجة المواجهة بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 للسالمية. ولا زلنا هنا في هذا اللقاء إضافي أول، عاد السالمية وتقدم مرة أخرى. الآن الإضافي الثاني، هل ينجح العربي في إدراك التعادل؟ العربي من جديد ويسجل برأسية السنوسي الهادي، ويعود مرة أخرى إلى أجواء المواجهة. قلت بأنهم لن يفرطوا في فرصة استعادة الزعامة مرة أخرى. يسجل برأسية السنوسي الهادي. السنوسي الهادي طوال المباراة كان غائبا وظهر في التوقيت المناسب، ظهر في التوقيت المناسب. لكن الله 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 على جمال أهداف هذه المواجهة. هذه الكرة، هذه المحاولة، شوف العرضية 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 مثالية، والرأسية لا 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 لا. العربي يعود من جديد، يعود مرة أخرى برأسية من السنوسي الهادي، وفي شباك البديل عبد الرحمن الفضلي. يسجل العربي التعادل. في كل لحظات كنت أتحدث بأن كل شوط لفريق، كل شوط لفريق، كل شوط لفريق. هذا الإضافي الثاني للعربي.